بين موريتانيا وبين الجزائر بسبب المنتجات المغربية. كما تعلمون الإخوان أن المنتجات المغربية أو الخضار المغربية تغزو أسواق موريتانيا، وأيضا هذا يعني شيء مهم بالنسبة لموريتانيا لأنها تعتمد على المنتجات المغربية والخضار المغربية بشكل كبير جدا. وهذا لا يعني أن الخضار أو المنتجات المغربية تعتمد عليها فقط موريتانيا، بل كل دول إفريقيا تعتمد على المنتجات المغربية، وأيضا الدول أوروبا تعتمد على المنتجات المغربية بالأخص الخضار والفواكه. لهذا دخلت الجزائر في الخط، لأنه كما تعلمون الجزائر مؤخرا تسجل يعني أزمة وتضخم في أسعار وفي المواد الغذائية وفي الخضار في كل شيء، فلقات الباب الوحيد هو موريتانيا، السوق الموريتاني. يعني هناك طلب كبير على المنتجات المغربية من طرف الجزائر. لما سمحت موريتانيا للجزائر أن تأخذ سلع مغربية، ولكن المشكل الكبير والعويص هو أنه يزداد الطلب أكثر فأكثر على المنتجات المغربية في موريتانيا. هنا تدخلت الحكومة الموريتانية بإيقاف أو يعني نقص هذا يعني المنتجات المغربية إلى الجزائر، لأن خلقت مشكل كبير وخلقت أزمة. ما نقولش خلقت الأزمة، ولكن بدأت يعني تخلق الأزمة في أسواق موريتانيا، لأن هناك الطلب يعني بكثرة، هناك الطلب يعني يزداد الطلب على المنتجات المغربية بالأخص المواد الغذائية والخضار بالأخص. هذا خبر موثوق خبر. لهذا حبيت نذكركم في الاتفاق اللي كان بين الجزائر وموريتانيا على التبادل التجاري. لما طال الزمان وشفنا سيدي التبادل التجاري اللي كانت بين موريتانيا والجزائر، طبعا ليس هناك تبادل تجاري، لأننا نعرف الجزائر ما تصدر لموريتانيا، وموريتانيا أيضا ما كانش يعني ما تصدر للجزائر، ولكن كانت كل اللعبة كانت تدور على المنتجات المغربية. وهناك أيضا أصدقاء نعرفهم في الصحراء المغربية يعني تجار كبار، قال لك يا سيدي كل المنتجات اللي تمر يعني اللي تروح من المغرب إلى موريتانيا النص نتاعها راه يروح الجزائر. هنا ذكرت باللي أنه اتفاق اللي كان بين موريتانيا والجزائر يعني كله مبني على المنتجات المغربية. يعني احنا نعرفوا باللي المغرب هو أهم شيء في هذه القضية، رغم أنه يعني تكبرات الجزائر على أنها تدير اتفاق مع المغرب على المنتجات المغربية. فكما نقولوا النيف والأخوة، فتلجأت إلى أننا الموريتانيا كي يعني يبينوا الرأي العام بأنه هناك اتفاق بين موريتانيا والجزائر على التبادل التجاري. التجارة الله أعلم، ولكن كل هذه الخطة مبنية على المنتجات المغربية. والآن يعني بدأت يعني نكتشفوا باللي أن الجزائر تستورد المنتجات المغربية. أنا جزائري ساكن في فرنسا، جيت نحوس وعجبني الحال. لا بأس الحمد لله. حنا في الجزائر العظيمة الجزائر العاصمة عندنا المترو جميل جدا. هنا ما كاينش المترو، ولكن كاين ترام، وترام يساوي المترو. يعني عجبني مليح. لي زانفراستركتور في المغرب يعني في الحق افضل من الجزائر. لي زانفراستركتور عندكم ما شاء الله يهبلوا، ان شاء الله لا يزيد لكم. انا موالف شويه بلا لين لا نيميرو 2 ناخذها ديما، يعني بلفيدير المدينه نحب نحوس فيها، واليوم نجرب هذه باش نشوف كي دايره ونشوف لي ستاسيون. يعجبني الحال، الثمن جميل. الترام كون يكون كيف الاخرين يعني غادي يكون مزيان جدا. هو مريح، غابيد، لا فريكونس تعجبني، يعني كلشي لاباس الحمد لله. يعني سي تري بيان بور كازابلانكا. هذا كاين الناس اللي يقولوا ماشي مليح على خاطر لا سيركولاسيون تاع لي فواتور تبلوكي، ولكن هذا بريوريتي على لا سيركولاسيون. ان شاء الله لا سيركولاسيون الطوموبيل تنقص وهذا يزيد، كتكون لا بوليسيون اقل. للأمانة أقول أن المملكة المغربية من أفضل الدول التي اليوم يمكن أن تعيش فيها، والأمر بسيط والحساب بسيط. وسأصل إلى قضية مهمة جدا. على الأقل في المملكة المغربية ينتجون تقريبا كل ما يحتاجه المواطن البسيط، كله يتم إنتاجه في المملكة المغربية. ماذا يحتاج؟ إذا كان اللحوم
البيضاء من أرخص الأمور، وأنا رأيت الأسعار هي أسعار الدجاج مقارنة في المنطقة في المملكة المغربية. كل أنواع الخضر موجودة ومتاحة، هذا كذلك رأيناه، وكذلك الألبان ومشتقات الألبان. بل إن المملكة المغربية تصدر لدول الساحل ولدول جنوب إفريقيا، جنوب الصحراء. كل هذا يعني ما دام أنك أنت تنتج بيديك ما تحتاج فلا خوف عليك، لأنك تستطيع أن تتوجه وتحافظ على نسبة نقول معقولة من التضخم. ولكن هناك دول في المنطقة لديها إمكانيات كبيرة، وهذه المعلومة أطلب من الجميع أن يبحث عنها. هناك دولة تمتلك كل المقدرات، غاز، نفط وكذا وحديد وفوسفات وكذا، لكنها تستورد 60% من حاجيات شعبها. تستورد 60% من حاجيات شعبها، وهذا الأمر يعني غريب جدا. إذن في هذا الباب أريد أن أقول أن هذا الاستهداف في الحقيقة، وخاصة عندما يأتي من يعني أناس أو دول المفروض أن تكون متحدة، هنا يعني في الحقيقة يتأسف المرء، يتأسف أسفا كبيرا، يتأسف أسفا كبيرا لما يجري. ونحن نرى من حولنا ماذا يجري في الأمة العربية وفي الأمة الإسلامية. هذا هنا فتحت باب لأخرج من الاستهداف إلى أين نحن وماذا لدينا ولماذا وكيف يمكن أن نتصرف وما هي أولوياتنا. ونحن كأمة عربية إسلامية أين نحن من هذا الخلاف؟ نحن اليوم هم المسرح، نحن اليوم كأمة هي مسرح الضحايا والقتلى والتهجير وكل ويلات الأرض والعالم الذي نعيش فيه. العالم العربي الإسلامي هو المسرح لهذا الأمر. كل صباح كل مساء نرى ما يقع في فلسطين، في اليوم في لبنان، في سوريا، والضحايا الضحايا الضحايا، كل ذلك في العالم العربي الإسلامي. لأصل، ونحن قد تحدثنا قبل ذلك في بداية الأزمة 7 أكتوبر، ونحن الآن قد تعدت سنة، وأنا أطلب من الجميع أننا آنذاك ما زالت القضية حامية، ناقشنا وكل كان له رأي، وقلت لكم ماذا سيجري وما هي الخطة، وأنه يجب علينا أن ننتبه جيدا أن لا نقع في نفس الخطأ، لأن المؤمن الحقيقي هو الذي لا يلدغ من جحر مرتين. وقلت كلاما أيضا واضحا، قلت بما أنني قلت أنه لا خوف على من ينتج غذاءه، أقول اليوم الخوف كل الخوف على الذي يعتقد أنه قوة ضاربة وهو لا يصنع رصاصة، يا أيها الإخوة الكرام، اليوم نحن نحتاج إلى فقه الأولويات. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. هل أنتم أعددت لهم القوة؟ كيف تعد القوة؟ إذا كنت لا تصنع السلاح الذي تستعمل ضد العدو، إذا كنت لا تصنع الرصاص الذي تستعمل ضد العدو، إذا كنت لا تصنع الصواريخ والطائرات، ولا تصنع كذلك قطع الغيار، فأنت لست قوة ضاربة أبدا. لقيت واحدة مروكية تما في لاكار شرات لي بي، طلعت ديكاس كبيره للناس المغرب الله يباركها ما شاء الله. عرفت تقولي جزائري؟ عرفتني بلي ضحك عاوناتك وعاوناتي شرات لي بي.
بعيدا عن السياسه، بعيدا بزاف، حنايا راه الشعب رانا خاوه على كل حال. شريت لي بي طلعت الاليكونت كاين تما واحد غيلاس ديديكاس ليه ولد شكون هذا؟ فاميلي الله يبارك. واحده كان عارفه جات داني للدار، قعدت عندها يومين في اسبانيا. في اسبانيا. ومن بعد قعدت عندها يومين شرى لي بي لبرشلونه. لقيت تما واحد مروكي يدخل الناس طاكسيور، يدخل حراقه. دخلني ب 150 اورو. كنت طالع معك دراهم؟ كنت طالع معايا دراهم. مو في الحبس تماك ما قعوش دراهمك؟ لا قلعوا لي كاع دراهمي. كيفاش شكون عطالك كاع دراهم؟ هذاك غيلاس هذا ديديكاس. الله يبارك، صافي بليزير. انا مغربيه خلصت عليك الكسمو، وهذا صاحبك هذا غيلاس ديديكاس لي بيان سور عطالك باش تطلع مع هذاك 150 اورو 150 اورو. 150 اورو هذا معرفه شغل. كاين ناس تما شابه خويا 150 اورو اسمح لي. باسبانيا فرنسا وين كتب غير الحدود بيربينيون شريت بي سي شير ان تي بو كمان معليش. هونغ كونغ استقبلتني ديريكت بالشتا، بسم الله ما شاء الله. واحد مغربي راح يستقبلني هنايا، مازال ما نعرفوش، راح نتعرفوا عليه كيف ويمد لنا الاسرار تاع هونغ كونغ، علاش هو ساكن هنا ويخدم هنايا. في كل دولة عندي واحد، سبحان الله. ربي يعاودك العافية. بابيك خويا ابراهيم، ربي يحفظك يا خويا، بارك الله فيك. كي كازا في الوهران. السلام عليكم، انا جيعان في خاطري طاجين. يا طلعت القلب. لا اني ميت. علاش كاين الطاجين في هونغ كونغ. عاود شنو؟ الشوت زايد خرج عليك بصح غير بدا طيب باسكو راني ميت بالشر وكل شيء راهي. هذه تاع الفنان صالح وقروت، ربي يجيب له الشفاء ان شاء الله. ربي تقيني نفطر ما تبقاش تاخذ. مستوى المعيشي هنايا في هونغ كونغ واش رايك؟ من بعد كورونا كوفيد كلشي غلا. الشهريه منين تبدا زعما؟ من 1500 اورو حتى 6000 اورو. ندخل طالع ولكن المعيشه غاليه. اولا لا واش كاين؟ هذه بخاطرني خليني ندوق. بسم الله. شويه بطاطا، شويه لحم، بسم الله. ماما ميا، واحد الطاجين الله يعمرها ضاع. هكذا تقولوا. شوف هذه كادو ليك، انت اللي قلت لي طاجين وانا درت لك هذا. لا مزيه بس شوف في المغرب فاش كنتي في المغرب انا فرحت لك بزاف بعدا. بنتي واحد الصوره اللي تلاقيتي ثاني. هذا الواجب تاعنا يا انا خاوه وخوت وكلشي. تحية معطرة مبخرة مرششة إلى جلالة ملك المغرب محمد السادس طويل العمر. احنا نحبك ونجلك لأسباب عديدة. أولها موقفك البطولي من حصار قطر. لم ترضخ إلى دول الحصار السعودية والإمارات، العفو يعني ما راح يطاري البحرين عشان ما تزعل. فلم ترضخ لمغرياتهم سواء كانت بشيمة أو بجيمة بمعنى المبلغ نهائيا. كان موقفك أسمى وأرفع من هذا كله، فهو محل تقدير وإجلال عندنا. وثانيا لم تسكت عن هذا الحصار، بل تصرفت بحسك الإنساني وقدمت مساعدات غذائية إلى قطر، وهذا الأمر يسجل لك في التاريخ بأنك بادرت ولم تسكت ولم تصمت ولم تقف مجرد في صف الحياد، بل عاونت إخوانك وأهلك، أهل قطر والمقيمين على هذه الأرض المباركة. ثالثا لاحظت معي طويل العمر أن دول الحصار عقب ما كان موقفك مشرف جدا من قطر قامت بمهاجمة المغرب على طول، وسموا الصحراء المغربية إلى الصحراء الغربية في تقاريرهم التلفزيونية، وهذا مما أغضب الشارع المغربي. وكأنهم يقولون يا مملكة المغرب إن لم تخضعي لنا فأنت في نظرنا إمارة وليست مملكة، لكن أنت أثبت أنك بالفعل ملك ولك حق السيادة بالكامل، ولا ترضخ لمغرياتهم ولا رشاويهم وغيرها من أمور. وهذا الأمر محل